انا شخصيا لا يعني 4-0 او اداء القناه في رايي في الشوط ده على فوز للزمالك من 19/10/2011 كان فاز على غزل المحله 6-1 مع الكابتن حسن شحاته. يعني انا في رايي ان الاداء بتاع القناه هو اللي فاجئني في الشوط الثاني تحديدا. الشوط الاول كان افضل نسبيا بكتير جدا على مستوى التنظيم الدفاعي وعلى مستوى كمان الشكل الهجومي، وكان في خطوره. في الشوط الثاني ما شفناش عبد الواحد السيد اطلاقا، وده راجع لعده امور. الاولى منها تغيير الطريقه بالنسبه للكابتن احمد سعيد 3-5-2، لعب باحمد محسن وعبد الله جلال والخضراوي، ولعب ب5 لاعبين مكي واحمد ابراهيم واسامه ابو الحسن بن مخرج والزيادي وسعيد ودوجي وكابيرو. ولكن في رايي الانتشار بتاع الزمالك كان افضل بكتير جدا. يبقى واحد الانتشار. نعم. 2 دور وسط الملعب، دور تحرك بدون كره وسط الملعب. وسط الملعب اللامركزيه بالنسبه لمؤمن زكريا، اللامركزيه بالنسبه لعمر جابر. عمر جابر احد نجوم المباراه والشوط الثاني. ده صحيح، هو مراهن عليه من بدايه ميدو، قال له انت كل ماتش لازم تجيب جول. اتحرك من الرايت لقلب لنص الملعب، واعتقد ان دوره كان اكثر من رائع وفتح سكه كبيره جدا لحازم امام. عشان كده بقول لك ان دور وسط الملعب كان ممتاز. 2 اللعب براسين حربه ثابتين، ده اللي كان المفروض من الزمالك من فتره كبيره جدا. اللعب براسين حربه ثابتين، يعني انا في رايي ان ثابت اللي هم كانوا مين؟ دومينيك واحمد علي. شايفهم الاثنين راسين حربه ثابتين. انا في رايي الاثنين وكانوا ممتازين جدا. ودومينيك النهارده برضو احد نجوم اللقاء بالنسبه لنادي الزمالك. انا الحقيقه ما بين الشوطين انا مصمم، انت قلت مؤمن وانا قلت دومينيك. انا وانت قلنا دومينيك او انا ما قلتش، ما افصحتش يعني، بس كابتن ايمن قلت هترجح، انا عرفت انا قلت هرجح تمام. فيمكن طبعا ترجمه الاهداف والشغل بتاع الاهداف بالنسبه لنادي الزمالك على هجمه مرتده او الكرات او الثنائيات اللي معموله كان دور ممتاز جدا بالنسبه لنادي الزمالك. واحد التحرر النفسي في رايي اللي كان عليه ميدو، لان من انا معجب قوي يعني حضرتك قلت التحرر، وكابتن ايمن قال التحرر، والاستاذ حسن قال ما معناه برضو انه يعني في الاداء مفتوح، ما فيش فيه مشاكل، ما فيش فيه ضغط نفسي على لعيبه الزمالك. هديها لميدو لان اول مره من يوم ما ميدو تولى اداره نادي الزمالك ما كنتش مضغوط عصبيا زي كل المباريات اللي فاتت. في مباراه بتروجيت كان واضح عليه العصبيه، ومباراه المنيا كان نفس القصه عشان المباراه. النهارده في راحه نفسيه على وش ميدو من بدايه المباراه. انا في رايي ان ده برضه انعكس على اللعيبه بشكل ممتاز. 2 مؤمن زكريا ودوره الكبير جدا كرابط لوسط ملعب نادي الزمالك. رابط يا كابتن، لان كنا بنتكلم انا والكباتن اثناء المباراه، كل فرقه العالم في الدنيا ما بتلعبش 2 ارتكاز اسطمبه واحده او نفس الاداء او نفس الشخصيه. ممكن يكون واحد اكثر مهارين والثاني عنده ميول دفاعيه، وده اللي حصل النهارده. الفرق في نادي الزمالك ان مؤمن زكريا لاعب عنده امكانيات مهاريه اعلى بكتير جدا من هاني سعيد، اعلى من نور السيد، اعلى من احمد توفيق. فبان الواضح والفارق الكبير في وسط الملعب حتى في تمويل لاطراف الملعب. 3 عمر جابر زي ما اتكلمت عليه دور ممتاز. 4 دومينيك كلاعب بيثبت يوم عن يوم ان هو فعلا لديه امكانيات ستفرض نفسها على نادي الزمالك، بالاضافه هتخوف احمد علي وهتخوف عمر جابر وهتخوف احمد جعفر وهتخوف كمان محمد ابراهيم ممكن يكون على الدكه. ده كله في رايي في صالح المدير الفني وفي صالح نادي الزمالك، لان دكه البدلاء لما يكون عندك نفس طويل فيها في طول الدوري دوري ابطال افريقيا اعتقد في صالح المدير الفني. طيب